ازيكم يا اللي مش ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. شم النسيم. حبينا نفسخ معاكم بوري. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا غسلته كويس جدا من الخياشيم ديت اهي زي ما انتم شايفين. وكمان معايا قطعه قماشه علشان اللي هلاقيه لسه مبلول هنشفه تاني. تمام كده. طبعا هو بقى يومه كامل، عشان كده هو اتعوجت كده، عشان انا حاطه في مصفى عشان يخر الميه بتاعته، ومن المصفى دي حاطاه في زي ما انتم شايفين كده. تمام. هناخد معانا بقى ننشف بقيته ونرجع تاني بعد بقى ما نشفناه كويس قوي. طبعا بص هو معوجه ومشضبه، فاحنا هنحاول نعدل وما نتكش عشان البطن ما تتفتحش، ونعمل كده مساج، نفصل على قد ما نقدر السلسله من اللحم اهو. تمام كده من تحت بس، لكن من فوق لا، عشان المصارين ما تخرجش من هنا. تمام. هنعمل التانية كده نفس الكلام، هنحاول نعدل بالراحه اهي على قد ما نقدر، ونعمل كده بحيث نفصل السمكه من بعضها. دي تاني خطوه للفسيخ. هخليكي استاذه فيه، بس خليكي معايا واعملي التركات معايا وهو هيبقى احلى فسيخ. طبعا حبايبنا السعوديين ما يجوش يتفرجوا عليه عشان ما يفضلوش يقولوا يع ونتخانق في الكومنتات. ده بتاع المصريين، ماشي يا سعوديين ملكوش دعوه بيه. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصنا وعملنا مساج للسمك، عندنا ملح رشيدي بتاع ربع كيلو. انت بتحطي لكل سمكة كبشة ملح رشيدي اللي هو ده الخشن ده، واخده بالك اهو. ما يتخللش بالملح العادي. بحط له معلقه كركم، معلقه بابريكا عاديه مش المدخنه، وكمان هنحط له حبه كركم. ليه دول؟ علشان خاطر يلونوا بس اللون بس، وتبقى ملبة حافظة. والكركم ما شاء الله مفيد، والبابريكا مفيدة اهي معلقة كمان. تمام كده. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده اهو. هما بتوع بره بيخللوه من غير حاجة خالص، لكن ده بقى الاضافات بتاعت ست البيت اللي بيطلع منها بقى الجميل زي الفل. تمام كده. هنيجي بقى بعد كده هنعمل ايه؟ هنحشي، نمسك سمكية. هنحضر الاول الكيس بتاعنا، كيس اهو كبير اهو، ونحط من جوه فيه حبة ملح. تمام. وهناخد اول سمكية كده واحنا فاتحينها كده وهي زي الفل. شايفين غسلها ومخليها زي الفل ازاي اهو. كبشة كده وكبشة كده، كبشة كده، وهنسيبها هنا عشان هرش من عليها من بره. نفس الكلام، كبشة كده، كبشة وكبشة كده. ما تبخليش في الكبشات، لازم تترسيه من الخياشيم بتاعته ملح، وهنرش عليه كمان من بره ملح كده. تمام. الكبيرة الجميلة دي، شوفوا كبيرة أكبر واحدة. لازم عشان خاطر تجيبي سمك فسيخ وتفسخي في البيت لازم يكون كبير، عشان الصغير بينشف، لكن الكبير كل ما استكبرتي كل ما بقى فيه لحمة أكتر وبقى جميل. هنحط بقى على بطن كده. عملنا كده كل الكمية. تمام. هنعمل كل الكمية ونرجع لكم تاني. طبعا انتوا عرفتوا المقصدين من الموضوع، ان انا بحط كبشة هنا وكبشة هنا.
بس ادي كل القصه. الملح الرشيدي مش هيخليه ناشف، الملح الطري الملح الناعم هو اللي بيخليه ناشف وبيأدي. ليه؟ عشان الملوحه بتاعته بتبقى اكتر. لكن ما شاء الله الملح الرشيدي هو هياخد الحدق بتاعه، وهتلاقي الملح لسه موجود صحيح كمان. لما اجي افتح عليه هتلاقي ان الملح الرشيدي لسه لغايه لسه معمول اللهم صل على النبي ناشف ومحصون كده. ليه؟ ده دليل على ايه؟ ان السمكه خدت الحدق بتاعه وسابت الباقي. فاهمه؟ اهو ادي الملح اهو، ودي كنت هعمل سردين بس واحد ابن حرام سرق مني الشنطه. يلا والله ما مسامحاه. تمام كده، كملت كده الكميه كلها اهي. دول ما شاء الله دول 7 كيلو. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه، اللي يشوف الحاجه يصلي عليه او يصلي على الحبيب وقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا بعمل وبوصل ودريفلي وكل حاجه بس بالطلب. اللي يطلب مني يقول لي قبلها بيوم. تمام، ادينا ملحناه اهو كله. هناخد بقى الكيس بتاعنا اللي احنا حطينا فيه حبه ملح ده، وهننيم السمك بتاعنا كده. بس عشان دي حبه ملح طلع منها اهو. هننيم السمكه خلف خلاف اهو. حط واحده كده واحده كده. نكمل ونرجع لكم اهو. زي ما انتم شايفين انا حطيت هنا 4. تمام، وهرش عليهم حبه ملح من فوق، كبشتين ملح بس. وهمسك الكيس بتاعنا كده هبرمه. عندي شكرتون اربط بيه، ما عنديش ممكن اللي هو ستريتش ريل لف عليه. بس هنلبسه كام كيس الاول. تمام، هنلبس الكيس كتير يعني زي 10 اكياس كده. اهم حاجه ما تدخلوش الهواء. تمام، هنلف الاكياس ونرجع تاني عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. بعد ما لفيتها في 3 4 اكياس هنلفها كمان بالستريتش ريد ده اهو زي ما انتم شايفين كده. خالص نكتمها مطلعش نفس، نلفها ونرجع تاني اهي. الجريمه بتاعتنا اهي. طبعا لفتها كام لفه كتيره بالاسترتش راب. هيقعد معايا 10 ايام بالظبط، من 10 ايام ل 8 ايام. يعني ممكن افتحه على 8 ايام عشان الجو طبعا ابتدى يحرر. والف هنا وشفا للي هياكله، والف هنا وشفا للي هيعمل زيه وياكله. تمام. هنحطه بقى في المطبخ، هنحطه في نمليه، هنحطه في اي حاجه بعيد عن الحراره. هنسيبه كده في رطوبه الجو، يعني الجو نفسه بس كده. وبعد 10 ايام هنفتحه وهنوريه لكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.